يسعدنا ان تكون معانا من الامارات السيده غاده عجمي نائبه المصريين في الخارج. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. يعني تعب حضرتك الشهور اللي فاتت كلها والزيارات المكوكيه لكل الدول من اجل حث المصريين على المشاركه الانتخابيه. اعتقد حضرتك من الناس السعداء جدا النهارده بهذا التواجد الكبير جدا. الحمد لله، احنا تواجدنا على ارض الواقع بمؤتمرات مكوكيه على مستوى السنوات والشهور الماضيه في عرض انجازات فخامه الرئيس، ودورنا احنا كوطنيين ومصريين في الخارج ليهم الصوت المؤثر للداخل. الحمد لله يا رب، احنا قمنا باجتماعات على ارض الواقع سواء في الامارات او في امريكا، كدولتين فيهم عدد كبير، وفي نفس الوقت كرسالة موجهة للعالم كله. وده اللي شفناه بعد كده، ان الجميع بيتسابق ان هو يثبت للجميع ان المصري في الخارج سواء عامل او عالم ان هو وطني حر. عاطفة الوطنية مش هنقول زايدة عنده، ولكن حنينه بغربته اكبر الاثر والتمثيل الصحيح لبلده. وفعلا الانتخابات في القنصليات والسفارات المختلفة، وانا هنا في الامارات وطني الثاني بشكرهم كل الشكر والتقدير على السماح لعمل المؤتمر الجميل اللي اتعمل. والحمد لله على ارض الواقع مساندة جميلة جدا من طوائف المصريين اللي موجودين. والنهارده كان في حاجة جميلة جدا اسعدتني، سيده فاضله جايه من عجمان. عجمان بتبعد عن دبي حوالي ساعه بالسياره. قلت لها حضرتك جايه ازاي؟ قالت لي انا جايه بسياره اجره ودفع 250 درهم عشان اجي اقول للسيسي احنا عايزينك مكملين معاك، وبتزغرط. يعني حضرتك شعور لا تتخيله، حب لا تتخيل. لا حد قال لها انت فين ولا حد قال لها انت جايه ازاي، لدرجه ان في حد موجود قال لي طب كانت قالت لنا كنا بعتنا سياره خدتها، وست يعني على سجيتها متواضعه جدا جدا جدا، كون ان هي تاخد الوقت ده وتاخد سياره على حسابها هي عشان تيجي تنتخب. كل التقدير والاحترام للمراه المصريه العظيمه وللمغترب المصري العظيم اللي ليه دور في بلده عشان نوصل الرسالة لرئيسنا. احنا معاك وفي ظهرك ومقتنعين بيك، وهنكمل المشوار بإذن الله. اعتقد يا فندم يعني الجالية المصرية في الامارات اسعد حظا، لان يعني اجازة الجمعة والسبت والحد، ففرصة جميلة جدا من اجل تصدر الصفوف وتصدر المقرات الانتخابية باعداد كبيرة جدا من الجالية المصرية في الامارات. ومن قناة حضرتك المحترمة بالنادي على الجميع، لان برضو الجمعة نص يوم، ان الجميع باذن الله يشارك بكره وبعده، لانها اجازه رسميه في الامارات، يشاركوا عشان خاطر بلدهم. نداء للجميع عشان خاطر ولادهم، عشان خاطر احفادهم، عشان خاطر اهلهم اللي موجوده هناك. مصر بتتبني صح، مصر اللي اتعمل فيها ما اتعملش في اي دوله في العالم. مصر الحمد لله الى الامام. عشان كده بنقول هنكمل الحلم مع فخامه الرئيس باذن الله، واكيد هو رجل عايز بلده تنجح وينجح في ادائه. تمام يا فندم، انا بشكر معالي النائبه غاده عجمي على هذه المداخله، بتمنى لكم التوفيق، ويعني شكرا لمجهوداتك الكبيره جدا اللي لفيتي بيها في كتير من الدول العربيه، واختصيت الامارات وامريكا بالتحديد لاكبر المجالات الكبيره اللي موجوده. فان شاء الله الثمار هتبان كمان اكتر بكره وبعده ان شاء الله يا فندم. باذن الله يا فندم ان شاء الله، وعشاننا في ربنا وفي المواطنين الاعزاء كل خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا يا فندم.